الواحدة زهقت يا ماما من قعدة البيت. اللي نعمله امبارح نعمله النهاردة، واللي نعمله النهاردة نرجع بكرة كمان نعمله. عيشة تزهق خالص. يعني عايزة تعملي ايه؟ اخرج يا ماما اشوف الدنيا بدل ما انا قاعدة زي عواجيز الفرح، لا فيهم فايدة ولا يا عايدة. بنتي ما تقوليش الكلام ده. على فكرة يا ماما انا عايزة اقولك حاجة. اتفضلي قولي. خير يا بنتي؟ بس اوعي تزعلي. ازعل ازاي؟ لا يا حبيبتي مش هزعل. ربنا يخليكي لي يا ماما. اتفضلي قولي يا سامية. انا يا ماما عايزة اشتغل. تشتغلي؟ ايوه. ما تقوليش كده يا بنتي، هو احنا مقصرين في حقك ولا ايه؟ لا ابدا يا ماما، بس يعني ربنا يخلي لك ابوك يا بنتي ويجيب لك اللي نفسك فيه. هو هيلاحق على ايه ولا على ايه؟ بس يعني انت مش عارفة يا ماما ان اخواتي كبروا ومحتاجين لمصاريف كتيرة. اللي خلق عبده يا بنتي ما ينساهش ابدا. في الحقيقة بقى يا ماما انا ما كانش ليا حق اسيب المدرسة ابدا. ده انا كنت في تانية ثانوي وكان فاضل لي سنة واحدة بس واخد الثانوية العامة، وبعدها كنت عايزة ادخل الجامعة واتوظف وابقى دكتورة قد الدنيا. نعمل ايه يا بنتي في رأي ابوك ورأي العيلة؟ انا ضد الرأي ده على طول يا ماما. امال تقولوا ايه بس في المرأة اللي بتشارك الراجل دلوقتي في كل حاجة؟ سيبينا من الموضوع ده احسن، والنبي انا مش قده يا بنتي ابدا. مفيش حاجة دلوقتي بقت صعبة ابدا. بكره يجيلك عدلك وتلاقي ابن الحلال اللي يريح قلبك وخاطرك يا حبيبتي. من فضلك يا ماما، من فضلك ما تجيبيش السيرة دي. ليه يا بنتي؟ هي دي سيرة وحشة؟ ارجوكي يا ماما ارجوكي ما تجرحيش شعوري. انت عارفة ان مفيش حد بقى بيجيلي دلوقتي. يا بنتي كل شيء وله اوان.